ترامب بيعلن دلوقتي ان لوس انجلوس مدينه محتله. ايه ده؟ ازاي الكلام ده؟ بص اللي قدامك ده، في عربيات الشرطه والمتظاهرين بيكسروها، لدرجه ان ترامب امبارح لما اعلن ان في 2000 واحد من الحرس الوطني هيدخلوا يحلوا الموضوع، كده معناه ان الحاكم مش عارف يسيطر على المدينه. فالحاكم يسكت؟ لا، قال لك طب بصوا، الفلوس والموارد بتاعتنا مش هنبعتها للخزانه الامريكيه. وده تحول خطير، لان الخزانه الامريكيه جزء كبير منها معتمد على ولايه كاليفورنيا اللي فيها لوس انجلوس، لان دي يعتبر اغنى ولايه في امريكا. طيب الموضوع يتوقف لحد هنا؟ لا، انا عايز اقول لكم ان من امبارح للنهارده اللي ولع الموضوع اكتر هو الاشاعات اللي عماله تطلع. ترامب اتكلم مع وزاره الدفاع الامريكيه وقال الموضوع لو استدعى ان يتدخل قوات من المارنز يدخله. انت عارف يعني ايه قوات المارنز؟ اوعى تكون مفكر ان طالما الموضوع هيدخل في الجيش الامريكي كده الموضوع هيستقر. لا، معنى استدعاء الجيش للسيطره داخل البلد ده معناه ان الوضع خارج عن السيطره. فاكرين اللي حصل في ثوره يناير عندنا في مصر؟ وقتها الجيش نزل الشوارع عشان خاطر يحمي المتظاهرين، كان ساعتها الجيش والشعب مع بعض كده. لكن دلوقتي الموضوع هناك غير، لان المتظاهرين اللي هناك دول مهاجرين ولاجئين في امريكا، مش من اهل البلد. فالموضوع هيقلب بحرب اهليه، وده اللي اتكلمت عليه بقالي اكتر من 3-4 شهور. قلت لكم امريكا داخله على مرحله حرب اهليه، لان الموضوع ممكن ينتقل من ولايه لولايه، الوضع كله ينفجر.